Hi everyone، اهلا يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ Welcome back to my channel. ولو انتوا جداد هنا، اهلا، انا سلمى، طالبه في رابع سنه في الكليه، وبعمل فيديوهات عن اي مواضيع بحسها مهمه او بحسها ممكن تنفع حد. النهارده انا جايه اكلمكم على موضوع السوشيال ميديا. انا رايي ايه دلوقتي على السوشيال ميديا، وازاي ان هي انتشرت قوي كده، ولو دي فعلا حاجه كويسه ولا حاجه وحشه. هقسم لكم الفيديو ده لثلاث اجزاء. اول حاجه هقول لكم انا ليه مسحت معظم الابلكيشنز بتاعت السوشيال ميديا. تاني حاجة هقول لكم أنا استخدامي للسوشيال ميديا دلوقتي بقى محدود لإيه بس. تالت حاجة هقول لكم لو في أي حد فيكم دلوقتي بيستخدم السوشيال ميديا وعايز يبدأ يستخدمها بطريقة أحسن، أقول لكم شوية نصائح ممكن تبدأوا تستخدموها في حياتكم. خلينا نبدأ بأول موضوع، إن أنا ليه مسحت معظم الأبلكيشنز بتاعت السوشيال ميديا. بصوا، أنا أكتر حاجة ما بحبهاش في الحياة كلها إن أنا أكون ماسكة الموبايل وبكون قاعده بقلب وما بكونش حتى واعيه بالوقت. كنت مثلا هقول لنفسي ان انا همسك الموبايل ربع ساعه، فجاه بلاقيها عدت 3 ساعات وانا مش حاسه بنفسي، وانا بفكر فيها يعني انا ازاي ممكن حاجه صغيره زي كده، يعني هي حاجه سوشيال ميديا، يعني هي مثلا مش حاجه كارثيه كبيره، تاخد وقتي وتتحكم فيا بالشكل ده، او تخليني حتى مش واعيه والوقت بيعدي. فكرت في الموضوع شويه، بصيت على كل الاكونتس اللي عندي على السوشيال ميديا وعلى الحاجات دي كلها، سالت نفسي هو انا فعلا محتاجه كل الحاجات دي؟ محتاجه ان انا يكون عندي اكونت على كل سوشيال ميديا موجوده، اكونت على فيسبوك، اكونت على انستجرام، اكونت على سناب شات، مش عارفه على تيك توك؟ انا فعلا محتاجه الحاجات دي كلها ولا لا؟ احنا دلوقتي الطبيعي اساسا، او ده اللي العالم بتاعنا خلاه طبيعي، ان احنا اي حد لازم يكون عنده اكونت على كل حاجه، ولازم على طول يكون عارف الناس كلها بتعمل ايه. بس يا جماعه، مين اللي خلى انه الحاجه دي تبقى حاجه طبيعيه؟ هو العالم ما كانش كده، يعني احنا ما كناش كده. انا دلوقتي يعني بجد بحس السوشيال ميديا لمعظم الناس، وناس قليله قوي بجد هي اللي بتعرف ازاي تستخدم السوشيال ميديا بطريقه صح. معظم الناس دلوقتي السوشيال ميديا بالنسبه لها كلمه واحده بس: تشتت تشتت، وان هي تسحب التركيز بتاع الانسان. قلت لنفسي هو مين اللي هيحدد اذا انا، او مين اللي متحكم في حياتي وفي ازاي انا بقضي وقتي؟ انا اللي بحدد الحاجه دي. انا مش عايزه اخلي السوشيال ميديا دي تبقى حاجه مأثره عليا وعلى وقتي وعلى حياتي وعلى تركيزي بالطريقه دي. دلوقتي بحس بجد السوشيال ميديا عباره عن فيك كونكشنز، يعني علاقات مش صادقه. حد مثلا هيحط صور على السوشيال ميديا، هينزل فيديو، هيعمل اي حاجه، بس انا عمري ما بحس فعلا ان هي الحد بيعبر عن نفسه بطريقه صادقه قوي. مش كل الناس طبعا، بس يعني معظم الناس مش بتعبر عن نفسها بطريقه صادقه قوي على السوشيال ميديا. كل حد بس بيكون عايز يوري قد ايه كل حاجه مثاليه، او قد ايه كل حاجه بيرفكت وكويسه قوي على السوشيال ميديا. بس ده طبعا مش الحقيقه، وده ممكن ما يكونش فعلا الحقيقه اللي باينه قدام الناس. بحس ان الناس اللي بتشوف الحاجات دي بتقعد تصدق حاجات مش صح اصلا، او تقعد تقارن نفسها بناس الحاجات دي اصلا ما تبقاش صح، واي حاجه تطلع على السوشيال ميديا الناس بتقعد تصدقها حتى من غير ما تقعد تسال اذا الحاجه دي صح، اذا الحاجه دي مش صح. لان احنا خلاص العالم بتاعنا دلوقتي اتعود على كده، ان احنا ساعات بنمسك الموبايل بنقعد نبص فيه، نقعد ساعات 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 قاعدين بقى بنقلب في فيسبوك وانستجرام وكده، وبعد كده بالظبط بعد ما نقفل الموبايل احنا مش بنكون فاكرين ولا حاجه من اللي احنا شفناها. حتى انتوا ممكن تكونوا شفتوا حاجات اصلا ما عجبتكمش، وحاجات اثرت عليكم بطريقه سلبيه، فاكنكم بالظبط استخدمتوا ساعات من يومكم عشان تضروا نفسكم، مش عشان تنفعوا نفسكم. ويا جماعه، مش عشان في حاجه العالم كله بيعملها معناها انه دي الحاجه الصح. ودي حاجه انا قلتها في الفيديوز بتاعتي قبل كده كذا مره. العالم كله بيتصرف بطريقه معينه، وهم بيطلعوا نتيجه معينه. هل انا عايزه نفس النتيجه بتاعت الناس دي، ولا انا عايزه نتيجه مختلفه؟ فلو انا عايزه نتيجه مختلفه، طبيعي جدا ان انا اتصرف بطريقه مختلفه، ان انا ما اقعدش اقضي يومي كله على الموبايل وعلى السوشيال ميديا. يعني بالعكس يا جماعه، انتوا لما تلاقوا نفسكم اصلا بتتصرفوا بطريقه مختلفه عن بقيه الناس، اعرفوا ان انتوا بتعملوا حاجه صح بجد. ودي حاجه انا لاحظتها فعلا مع الوقت، لما بدات فعلا اتعلم والاحظ واكون واعيه اكتر بوقتي، بقيت واعيه فعلا انه احنا الناس اللي فعلا اللي بتتصرف بطريقه مختلفه، والناس اللي فعلا بتكون ملاحظه الحاجات المهمه في الحياه، هم دول الناس اللي بيوصلوا اماكن عاليه، اللي بيحققوا حاجات كبيره. حاجه قريتها قبل كده كانت بتقول يعني انه اغلى حاجه موجوده في حياتنا، او اغلى حاجه موجوده في اليوم بتاعنا، هو وقتنا. الوقت ده مش بيرجع، يعني انتوا مثلا دلوقتي قضيتوا يوم معين في 24 ساعه، هل انتوا هتعرفوا ترجعوا الوقت ده تاني؟ لا طبعا. انا بسال نفسي السؤال ده، وعايزاكم يا جماعه تسالوا نفسكم السؤال ده كل يوم: انا ازاي بستخدم وقتي؟ انتوا بجد لازم تكونوا واعيين قد ايه وقتكم ده حاجه غاليه جدا، وحاجه مش هترجع، وحاجه انتوا لازم تستثمروا فيها وتستخدموها باحسن طريقه. استخدموا يا جماعه الوقت ده عشان تنموا نفسكم، تشتغلوا على نفسكم، عشان تشتغلوا على اهدافكم، عشان تبقوا ناس احسن، مش عشان تضيعوا وقتكم على السوشيال ميديا
وعلى حاجات بس بتشتت انتباهكم وبتبعدكم عن الشغل المهم اللي انتوا فعلا المفروض تكونوا بتعملوه. هل انا عايزه اكون شبه الناس كلها ولا انا عايزه اختار طريق مختلف واتصرف بطريقه مختلفه؟ الوقت ده دلوقتي حالا اللي انتوا فيه هو افضل وقت ان انتوا تشتغلوا فيه على نفسكم، تبنوا فيه شخصيتكم، تبنوا فيه مهارات عندكم. مثلا اتولدت في 2003، فانا دلوقتي يعني انا طفولتي كلها قضيتها من غير سوشيال ميديا. ما كانش فيه قوي يعني وانا صغيره ما كانش فيه قوي خالص الموضوع بقى منتشر سوشيال ميديا والحاجات دي. بس دلوقتي بقى لمّا باجي باشوف بجد الأطفال دلوقتي، وباشوف اللي هي الناس الصغيّرة، أنا بجد ساعات باكون في صدمة أو باكون بجد متضايقة، متضايقة أكتر ما أكون مصدومة، يعني بجد باكون متضايقة إن هو دلوقتي العالم بتاعنا اتغيّر لدرجة إن الأطفال بجد مش عارفة إزاي تكون أطفال طبيعية، وبتعمل الحاجات بتاعة الأطفال الطبيعية، لإن هُم كل اللي بيعملوه في حياتهم إن هُم قاعدين بقى يلعبوا video games، على طول قاعدين على الموبايل. الأطفال دلوقتي بقى عندها social media وبقى عندها accounts. من أهم الحاجات اللي الإنسان يبدأ بيها أي خطوة عشان يحسّن من نَفْسه أو عشان يطوّر من نَفْسه وعشان يلاحظ الأغلاط اللي هو بيعملها، إن هو يكون واعي، واعي فعلًا إن هو بيعمل حاجة غلط، واعي إنه في حاجة محتاجة تتحسّن. once إن إحنا بقينا واعيين فعلًا مثلًا إن إحنا بنستخدم السوشيال ميديا بطريقة مش صحية أو بطريقة مش كويسة، هنبدأ فعلًا ناخُد خطوات عشان نحسّن من نَفْسنا، وأوتوماتيك يا جماعة هنلاقي إنه هي النتايج اللي بتطلع لنا هتبقى أحسن. لمّا باجي باخلّص يومي خلاص كُلّه خلاص وباكون رايحة أنام وكل حاجة، باسأل نفسي سؤال واحد: أنا النهارده ممكن أروح أنام وأنا متأكدة إن أنا قضيت يومي بأحسن شكل، استغليت وقتي بأحسن طريقة؟ فيا جماعة شوفوا الإجابة بتاعة السؤال ده هتبقى آه والّا لأ. تخيلوا إن أنتم كل يوم هتجاوبوا على إجابة السؤال ده بإن أنتم بتقولوا إن أنا النهارده قضيت 6 ساعات على الموبايل أو على السوشيال ميديا وما اشتغلتش على أي حاجة مهمة أو ما عملتش أي شغل فعلًا ليه معنى، وشغل هيخلّيني إن أنا أبقى أحسن، وشغل هيقرّبني فعلًا من الأهداف بتاعتي اللي أنا عايزة أحققها. حاجة مهمة أوي، إحنا ليه أساسًا في البداية عندنا يعني أكننا بالضبط كده عندنا إدمان للسوشيال ميديا ومش عارفين نبطّله؟ لإن إحنا يا جماعة مش ماليين حياتنا أو مش ماليين يومنا بشغل ليه معنى. لمّا تبدأوا فعلًا تملوا يومكم بحاجات أو بشغل ليه معنى، أهداف مثلًا أنتم بتشتغلوا عليها، مذاكرة، بتاخدوا كورسات مثلًا، بتشوفوا أي حاجة عشان تطوّروا من نفسكم. أنتم بتنسوا فعلًا إنه في حاجة اسمها social media، وبتنسوا فعلًا إن أنتم تمسكوا الموبايل، بيدّيكم أساسًا إن أنتم ما عندكمش وقت تبُصّوا على الموبايل، وبيخلّيكم ما يكونش عندكم وقت أساسًا إن أنتم تبقوا مشتتين بأي حاجة تانية. أول ما تبدأوا تملوا حياتكم بالحاجات دي اللي ليها معنى، أنتم هتلاحظوا بجد حياتكم بتتحسن بطريقة كتيرة جدًا. حتى لمّا تيجوا تبُصّوا على الموبايل وتبُصّوا على أنتم قد إيه بتستخدموا الموبايل كل يوم، هتلاقوا بتستخدموا الموبايل في اليوم مثلًا ساعة واحدة. وبعد كده لمّا أنتم بجد بتبُصّوا مثلًا على الرقم ده، إن أنتم استخدمتوا موبايلكم ساعة واحدة واليوم كله أنتم بتعملوا شغل كويس، أنتم فعلًا بتكونوا فخورين أوي، وبتحسّوا جواكم إن أنتم استغليتوا يومكم بأحسن شكل. وأنا باحس ما فيش حاجة بجد أجمل من الشعور ده، إن أنتم تكونوا كل يوم بتكونوا بتاخدوا خطوات عشان تبقوا أقرب للأهداف بتاعتكم وللحاجات اللي أنتم عايزين تحققوها. أنا كنت مثلًا ساعات باقضّي أيام، جرّبت حاجة إن أنا أقضّي أيام مثلًا من غير ما أمسك الموبايل أو حاجة، وبعد كده أرجع أمسكه تاني. أنتم يا جماعة عارفين قد إيه تركيزي كان بيتأثّر لمّا باكون مثلًا في الفترة اللي ما كنتش بامسك فيها الموبايل، وبعد كده الفترة اللي بدأت أمسك فيها الموبايل؟ أكتر حاجة سلبية بجد السوشيال ميديا جابتها لي هي عدم التركيز. حتى لو أنتم مش حاسين، أنتم جوّه في العقل الباطن بتاعكم أنتم قاعدين بتفكّروا في حاجات وقاعدين مشتتين بالسوشيال ميديا حتى وأنتم مش ماسكين الموبايل. خلّيني دلوقتي أكلمكم على أنا مسحت إيه، ودلوقتي استخدامي للسوشيال ميديا بقى محدود ليه. بُصّوا، أنا مسحت فيسبوك، مسحت تيك توك، مسحت سناب شات، مسحت كل حاجة ما عدا بالضبط أنا ما بقاش عندي دلوقتي، ما بقيتش باستخدم غير حاجتين: إنستجرام ويوتيوب. وهاقول لكم الاتنين كمان باستخدمهم إزاي عشان أحاول إن أنا أستخدمهم بأفضل طريقة ممكنة. وإن أنا من ساعة ما مسحت كل الحاجات دي، أنا بجد تركيزي وقد إيه أنا مثلًا باكون فعلًا مركّزة في الوقت الحالي وفي الحاجة اللي أنا باعملها. يعني أنا بجد مش عايزة أوصف لكم قد إيه الحاجة دي اتحسنت. هاقول لكم فكرتي إيه مع اليوتيوب. أكتر حاجة أنا باحبها في يوتيوب أولًا، أنا ما أعرفش إذا هي تعتبر سوشيال ميديا والّا لأ، بس أنا أكتر حاجة باحبها في يوتيوب إن إحنا الإنسان بيكون شوية بيفكّر قبل ما يعمل حاجة. يعني قصدي مثلًا في يوتيوب أنا باشوف فيديو، باشوف باقرا العنوان بتاعه وبعد كده بادوس عليه، يعني أنا اللي باختار أدوس عليه، أنا اللي باعمل القرار إن أنا عايزة أتفرّج على الفيديو ده. بس مثلًا لمّا تيجوا تشوفوا تيك توك أو إنستجرام أو الحاجات اللي هي بتبقى زي ما قُلت لكم المحتوى اللي هو بيبقى قصير أوي، أنتم ما بيبقاش عندكم أوي تحكُّم فيه. أنتم بس بتقعدوا تقلّبوا، 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 أنتم مش عارفين إيه اللي هيطلع لكم أصلًا، مش عارفين اللي هيطلع لكم ده مدته قد إيه، أنتم مش عارفين أنتم هتقعدوا قاعدين تستخدموا الموبايل لوقت قد إيه. بس في يوتيوب باحسّه فعلًا حاجة كده فيها تفكير شوية أو حاجة فيها وعي شوية. فعشان كده بصراحة يوتيوب من أكتر الحاجات اللي أنا باحبها، وبجد من أكتر الحاجات اللي أنا
بتعلمني وفعلًا بتخلّيني إن أنا أبقى إنسانة أحسن. وفكرتي عن اليوتيوب برضه إنه في ناس بجد بتقعد تشارك على اليوتيوب حاجات بجد كويسة أوي، وأنا بجد باتفرّج على اليوتيوب كتير أوي، يعني في حاجات ودروس مهمة أوي اتعلمتها، ومهارات اتعلمتها بس من يوتيوب videos أنا شُفتها قبل كده. فده أول حاجة أو ده استخدامي لليوتيوب إن أنا أتعلم، وإن أنا كمان دلوقتي لمّا بدأت يوتيوب إن أنا أعلّم الناس. طيب خلّينا دلوقتي نروح لإنستجرام. إنستجرام أنا كان عندي زي ممكن ما كل الناس بيكون عندها، كان عندي account وعليه أصحابي وكنت على طول باشوف بقى الناس بتعمل إيه ومش عارفة إيه والحاجات دي كلّها. بعد كده يا جماعة لاحظت فعلًا إن هو مرّة جات لي quote كده أو جات لي زي حاجة كده قريتها، كانت بتقول إنه السوشيال ميديا دي مش لأصحابكم، السوشيال ميديا دي موجودة عشان تعبّروا عن نفسكم بطريقة صادقة وبطريقة كويسة. أنا فكّرت في الموضوع شوية، الaccount بتاعي دلوقتي اللي بيبقى عليه أصحابي باحسّه موجود بس عشان لو في مثلًا حد من عيد ميلاد أصحابي مثلًا أو عايزة أقول لها happy birthday أو عايزة أقول لها أي حاجة، باستخدم الaccount ده عشان السبب ده بس. بعد كده قررت فعلًا إنه الإنستجرام ده أنا هاستخدمه بطريقة تحسّنني طريقة تخلّيني أنمّي من نفسي. عملت account تاني خالص أساسًا ما عليهوش على ولا حد من أصحابي، الaccount ده أنا بقيت أستخدمه فعلًا عشان أعبّر عن نفسي. أنا عملت حاجتين، أنا باحب التصوير أوي، فباحب إن أنا أصوّر الحاجات اللي حواليّا وكده. الaccount ده أساسًا أنا مش بانزّل عليه صور ليّا أصلًا، أنا بانزّل عليه الحاجات اللي أنا باحب أعملها، كده زي أكنّي بالضبط باصوّر حياتي عشان أحتفظ بذكرى معيّنة، فعشان بس أعبّر عن التصوير بتاعي اللي أنا باصوّره وأحطها بشكل كويس يعني وأحطها في مكان معيّن. وكمان الaccount ده أنا باحبه ساعات مثلًا باقعد أحط عليه زي quotes أو حاجات زي كده، فباحس إن هو ده سبب تاني يعني إن أنا أحفّز الناس إن هم يذاكروا أو أحفّز الناس إن هم يشتغلوا أو أي حاجة زي كده. حاجة تانية عملتها في الaccount الجديد ده، إن أنا كل الناس اللي عملت لها follow على الaccount ده، هي ناس أنا عايزة أكون شبهها، هي ناس بتنمّي من نفسها، ناس على طول بتحسّن من نفسها وعلى طول عايزة فعلًا تكبر وتتحسّن. فأنا دلوقتي لمّا بقيت بافتح الaccount بتاعي ده، بقيت كل اللي أنا باشوفه هي حاجات تحفزني، حاجات تعلمني. ده بجد استخدامي للسوشيال ميديا. أنا ما عنديش غير إنستجرام ويوتيوب وهو ده اللي أنا باستخدمه. وفي الحالتين أنا عارفة إن أنا الوقت اللي هاقضيه على يوتيوب ده هيبقى وقت كويس، وكمان الوقت اللي هاقضيه على إنستجرام ده عشان أنا خليته مكان كويس، فأنا بقيت متأكدة إن أنا الوقت اللي هاقضيه ده مش هيبقى وقت ضايع. أنا أصلًا بقى لي حبة كتير أوي ماسحة تيك توك. تيك توك ده باحسه دلوقتي يعني العالم كله هو بقى أكتر حاجة بيستخدمها. تيك توك ده أنا نزّلته أول ما نزل، يعني أول ما نزل وقتها وكان حاجة مشهورة أوي ومش عارفة إيه، هو لسه حاجة مشهورة، بس أنا أول ما نزل كنت فعلًا بيبقى عندي تيك توك وكنت باستخدمه يعني. بعد كده بجد بقى لي مثلًا زي سنتين أو حاجة أنا أساسًا ماسحة تيك توك، وحتى دلوقتي مثلًا ساعات باقعد مع أصحابي أو كده، يقعدوا بقى يتكلموا شُفتوا مش عارفة مين عمل إيه على تيك توك أو مين مش عارفة عمل إيه على تيك توك. فكان بابُص كده أنا فعلًا ما بيبقاش عندي أي فكرة هُم بيتكلموا عن مين أو بيتكلموا عن إيه، بس أنا جوايا مش باقول مثلًا أنا لازم أنزّل تيك توك عشان أعرف الناس بتعمل إيه وأكون شبه الناس. أنا جوايا مش باقول كده. ليه؟ لإن أنا خلاص بقيت ملاحظة فعلًا إيه هي أولوياتي في الحياة. بقيت ملاحظة إن أنا فعلًا مش هاممني الناس بتعمل إيه على تيك توك ولا مش عارفة مين الممثلين اللي عملوا إيه. أنا فعلًا ما بقيتش مهتمية، يعني بقيت عندي حاجات أهم أركّز عليها أكتر ما أنا أركّز على حياة الناس والناس بتعمل إيه. دي حاجة أنتم بتلاحظوها كل ما تكبروا في حياتكم وتكبروا في إن أنتم تنمّوا نفسكم، بتلاحظوا فعلًا إيه هي الأولويات بتاعتكم اللي أنتم عايزين تركّزوا عليها. ده مش بيزوّد أي نوع من الvalue أو أي نوع من الدروس لحياتي، يعني هو ده ما بيأثّرش فيّا في أي حاجة. فأنا ليه أضيّع وقتي في حاجة زي كده؟ أولوياتكم لمّا تكون مختلفة عن الناس اللي حواليكم، دي مش معناها إن أنتم بتعملوا حاجة غلط، دي معناها إن أنتم بتعملوا حاجة صح، وإن أنتم بتستثمروا وقتكم في حاجات تنفعكم، حاجات فعلًا أنتم هتشكروا نفسكم عليها بعد كده. اعرفوا إن أنتم لازم تكمّلوا في الطريق ده، وإن ده فعلًا الطريق اللي هيوصّلكم إن أنتم تكونوا ناس ناجحة. من أحلى الحاجات اللي قريتها قبل كده كانت في كتاب يعني، كانت بتقول إحنا كل يوم بنصحى وزي أكِن بالضبط في كده زي حاجة bubble أو زي في حاجة حوالينا بتحمينا. إحنا اللي بنتحكم إيه اللي يقدر يعدّي من الحاجة دي، وإيه اللي ما يقدرش يعدّي منها. فتخيّلوا يا جماعة أنتم كل اللي بتخلّوه يدخل جوّه الحاجة بتاعتكم دي اللي بتحميكم هي social media وتشتُّت وحاجات مش مهمة وما لهاش لازمة. أنتم بجد لازم تلاحظوا قد إيه الenergy بتاعتكم، قد إيه الطاقة بتاعتكم مهمة، وإزاي أنتم لازم تستخدموها في حاجات مهمة. وعلى فكرة يا جماعة البتاع اللي أنا قريت فيه في الكتاب ده، هو الكتاب ده اسمه The 5 AM Club، وهو على فكرة برضه متّرجم بالعربي لو أنتم بتحبوا تقروا بالعربي أو عايزين تقروه بالعربي يعني، هو مترجم بالعربي برضه. أنا عايزة أقول لكم حاجة، إحنا دلوقتي كل إنسان فينا متحكم في يومه. في مجموعتين من الناس، ناس فعلًا بتتحكم في يومها، تختار إن هي تستخدم يومها بطريقة كويسة، وناس بتخلّي اليوم هو اللي يتحكم فيها. معناها إن هي بتخلّي كل التشتت اللي موجود حواليها يدخل لها فعلًا، يأثّر عليها. مين اللي في إيده الحاجة دي؟ اليوم هو اللي يتحكم فيه والّا هو اللي يتحكم في اليوم؟ أنتم اللي بتحددوا الحاجة دي. نيجي لتالت موضوع، إزاي تقللوا استخدامكم للسوشيال ميديا. بُصّوا، أول حاجة عايزاكم تجربوا كده زي تجربة صغيرة. عايزاكم مرّة في يوم من الأيام، ودي حاجة أنا عملتها وبجد عايزاكم
وتلاحظوا قد إيه هي مهمة. في يوم من الأيام تطفوا موبايلكم اليوم كله، يعني قصدي تطفوه shut down ولا أي حاجة، مش شغال أصلًا، وتسيبوه في مكان وتقضّوا يومكم عادي زي ما أنتم عايزين. بعد كده عايزاكم آخر اليوم تيجوا وتفتحوا الموبايل وتستخدموه زي ما كنتم بتستخدموه على طول عادي. عايزاكم يا جماعة بجد تلاحظوا قد إيه تركيزكم بينزل، مثلًا تركيزكم كان هنا خلال اليوم كله اللي أنتم ما كنتوش مستخدمين فيه الموبايل، بينزل بالضبط يا جماعة من هنا لهنا. وأول ما تقفلوا الموبايل بدل ما تستخدموه كده آخر اليوم لمّا أنتم كنتوا اليوم كله مش مستخدمينه، بتلاحظوا قد إيه يا جماعة بجد جواكم أنتم ما بتبقوش مبسوطين، وبتحسوا جواكم كده أكن في نوع من التوتر أو نوع من عدم التركيز اللي موجود جواكم. أنا عايزة أقولها إن السوشيال ميديا دي بجد ممكن تكون حاجة مفيدة جدًا لو أنتم عرفتوا إزاي تستخدموها صح، لو أنتم بس عملتوا follow للناس اللي هتفيدكم، لو أنتم بجد استخدمتوها بطريقة عشان تعبّروا عن نفسكم بطريقة كويسة، لو أنتم فعلًا لاحظتوا قد إيه السوشيال ميديا ممكن تعلّمكم وتخلّيكم وتنمّوا نفسكم أكتر لو استخدمتوها بالطريقة الصح، وكل ده أنتم اللي تتحكموا فيه. ما فيش أي حاجة حواليكم هتتحكم في الحاجة دي إلا أنتم، أنتم اللي بتختاروا مين اللي يقدر يدخل ويشتتكم ويشتت انتباهكم، وأنتم اللي بتختاروا مين ما يدخلش. بجد كويسة باحسها دلوقتي إنه مثلًا الإنسان عشان يطوّر نفسه، زمان ما كانش فيه، ودي حاجة actually حلوة في السوشيال ميديا دلوقتي لمّا بنستخدمها صح، إنه زمان عشان مثلًا حد كان يتعلم حاجة كان لازم ينزل الشارع ويروح مثلًا يحضر حاجة أو كده. بس دلوقتي السوشيال ميديا بجد بتدّينا كمية، هي السوشيال ميديا اللي هي بطريقة كويسة، بتدّينا كمية دروس وكمية معلومات وكمية حاجات وكمان for free. يعني ساعات في حاجات أصلًا أنتم لو معاكم واي فاي ومعاكم موبايل تتفرجوا من عليه، خلاص أنتم كده تقدروا تتعلموا حاجات يعني يا جماعة أكتر ما أنا ممكن أقول لكم عليها. تتعلموا عن business، تتعلموا عن مذاكرة، تتعلموا عن هوايات عايزين تتعلموها، كل حاجة موجودة أونلاين دلوقتي. تاني حاجة عايزاكم تعملوها إن أنتم دلوقتي هتخشوا على كل الaccounts السوشيال ميديا بتاعتكم اللي موجودة، وأكنكم بالضبط كده هتمسحوا كل الناس اللي مش بتفيدكم، كل الناس اللي موجودة على السوشيال ميديا اللي أنتم أساسًا شايفينها بتجيب لكم ضرر أكتر ما بتجيب لكم نفع أصلًا. أي حاجة أنتم عارفين إن أنتم لو فتحتوا السوشيال ميديا وبصيتوا عليها، أنتم هتحسوا نفسكم إن أنتم قصرتوا بطريقة سلبية. وبعد ما تمسحوا كل الناس فعلًا اللي هي مش فايداكم بأي طريقة، عايزاكم دلوقتي تعملوا follow بس للناس اللي هتخلّيكم تبقوا ناس أحسن، ناس فعلًا بتخلّيكم تحفزكم إن أنتم تكونوا صورة أحسن من نفسكم. وحاجة تانية عايزاكم تسألوها، هل محتاجة إن أنا يكون عندي account على كل السوشيال ميديا موجودة؟ صدقوني يعني 99% هتلاحظوا إن الإجابة لأ، أنتم مش محتاجين كل ده، و100% فعلًا أنتم مش محتاجين كل ده. الناس هي اللي أقنعتكم، والناس هي اللي خلّتكم تفتكروا إن أنتم محتاجين كل السوشيال ميديا دي. ما تخلّوش بجد نفسكم تكونوا victim أو تكونوا ضحية للحاجات دي اللي بتحصل. أنتم لازم بجد تكونوا واعيين أكتر بالأغلاط بتاعتكم وإزاي أنتم بتقضّوا وقتكم. أنتم دلوقتي لمّا فعلًا تمسحوا السوشيال ميديا من حياتكم أو كل الحاجات اللي بتضركم دي من حياتكم، أنتم بتلاحظوا قد إيه أنتم عندكم وقت في اليوم، أنتم عندكم وقت تعملوا فيه كل حاجة نفسكم فيها. بتلاحظوا الله أنا عندي اليوم كله ليّا، اليوم كله ليّا أشتغل على نفسي، أشتغل على أهدافي، أشتغل على كل الحاجات اللي أنا نفسي أعملها. السوشيال ميديا دي يعني هي كده بالضبط جزء من اليوم، يعني إحنا لو شلناه بدلناه بشغل كويس، يعني إحنا بجد ممكن في شهر واحد نتحول من إن إحنا نكون ناس لإن إحنا نكون ناس أحسن بكتير. الحاجة بعد كده الأخيرة اللي عايزاكم تعملوها زي ما قُلت لكم في الأول، إحنا ليه بنستخدم السوشيال ميديا؟ عشان إحنا ملّيين، إحنا مش لاقيين حاجة نعملها. طب ليه إحنا مش لاقيين حاجة نعملها؟ إحنا دلوقتي لازم نخلق لنفسنا أهداف شغل فعلًا هيفيدنا. فدلوقتي يا جماعة عايزاكم كده تجيبوا ورقة وتكتبوا فيها كل الحاجات اللي أنتم نفسكم تعملوها، كل الحاجات طبعًا اللي برّه السوشيال ميديا. حد فيكم مثلًا عايز يبدأ إن هو يذاكر مثلًا بانتظام أكتر، حد عايز يبدأ هواية جديدة، حد عايز يقرأ كتب أكتر، عايز يرسم أكتر، شخص عايز يفتح يوتيوب channel ونفسه يشتغل عليها، شخص عايز يدوّن وعايز يشتغل على نفسه، عايز يقضّي وقت كويس مع عيلته. يا جماعة اكتبوا كل حاجة أنتم نفسكم تعملوها. صدقوني يا جماعة دلوقتي أنتم لمّا تملوا يومكم بكل الحاجات اللي ليها معنى دي، أنتم مش هتلاقوا وقت ومش هتلاقوا فرصة إن أنتم تفتحوا السوشيال ميديا. وحاجة تانية أنا باحس نفسي على طول باسألها لنفسي، يعني مثلًا أنا دلوقتي فاتحة السوشيال ميديا وشُفت فيديو معيّن أو حاجة، باسأل نفسي هو هل الفيديو ده بعد 5 سنين هيفيدني؟ يعني هيزوّد أي حاجة في شخصيتي أو هيخلّيني أتحسّن بأي طريقة والّا لأ؟ فالفيديوهات مثلًا اللي مثلًا عن الممثلين والّا الفيديوهات مثلًا عن الناس بقى اللي بتعمل إيه في حياتها وكده، هل دي فعلًا هتأثّر فيّا بعد 5 سنين أو هتخلّيني أبقى إنسانة أحسن بعد 5 سنين؟ لأ طبعًا يا جماعة، لأ طبعًا. بس مثلًا لو أنتم قضّيتوا الوقت ده بتقرأوا كتاب، بتشوفوا يوتيوب فيديو بيعلّمكم حاجة، الحاجة دي ممكن فعلًا تفضل حاجة أو تعلّمكم دروس
تفضل معاكم العمر كله. الهدف ده دلوقتي ان انتوا تعملوا حاجات في يومكم بجد تخليكم عايزين تصحوا كل يوم، عايزين ان انتوا تنسوا تبصوا على الموبايل اصلا، لان انتوا حياتكم فعلا فيها حاجات جميله جدا. يا جماعه اضربوا في حاجه قريتها قبل كده، كانت بتقول يعني ان احنا بنقول على نفسنا على طول ان احنا مشغولين. طب احنا مشغولين بايه بالظبط؟ يعني احنا مشغولين وخلاص، ولا مشغولين فعلا بشغل كويس وشغل ليه معنى؟ انا بقول لكم بجد النهارده قد ايه تحسن هتشوفوه في حياتكم اول ما تشيلوا كل التشتت ده كل حاجه كنت عايزه اقولها النهارده يا جماعه. اتمنى بجد تكونوا استفدتوا حاجه وتكونوا اتعلمتوا حاجه، وابداوا ان انتوا دلوقتي تشتغلوا على نفسكم باحسن طريقه ممكنه، لان مفيش حاجه احلى من ان الانسان يشتغل على نفسه وعلى طول ينمي نفسه وعلى طول يطور نفسه. اشوفكم ان شاء الله في the next video. باي باي.